السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المتتبعين بخير، أحوالكم طيبة؟ اليوم إن شاء الله وبحول الله غتشاهدوا معنا الفيديو اللي عزيز عند الجميع، اللي هو جمع حصيلة البيض، ماشي ديال نهار واحد، ديال 4 أيام، ديال 4 أيام. 4 أيام ما كنتش مسالي، ما كندخلش عند الدجاج باش نجمع البيض. هدي إلا عطيتهم ياكلوا بحال هكا في الصباح ولا وصيتهم مالين الدار يعطيوهم، ما كنتش مسالي. وجيب تشوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله حصيلة البيض اللي لقيت. اولا قبل كل شيء ما تنساوش تابوناو اللي ما مابونيوش وتفعلوا الجرس. مرحبا بكم وديروا لايك. نخرجوا نجيبوا شي طويسه ان شاء الله بحول الله فاش نديروا هاد الحصيله ديال البيض اللي كاينه هنا. وعاد ديك الساعه نمشيو عند الفيومي ونشوفوا تا هما البركه اللي عندهم. يا بسم الله على بركه الله. نبداو بهاد البلاصه هادي، مع العلم ان هاد البلاصه حيدت الباش من الفوق هاد البلاصه باش تشمش. هما البلايص سبحان الله العظيم، البلايص اللي ضاربه فيها الشمس نيت مزيان ما تيبيضوش فيها، هادي لاحظتها سبحان الله العظيم. يعني بحال تقول كشي سبحان الله فطري فيهم انهم ما تيبيضوش شي حاجه، شي بلاصه اللي ضاربه فيها الشمس. بحال دابا هاد البلاصه هادي تبارك الله وصل على النبي اللي فيها 3 البيضات، يعني هادي مدرقه لا واحد الدراقه من الفوق. حيت كنت قرقت فيها واحد الدجاجه شحال هادي وبقات هكاك، يعني واخا دابا حيدت الباش مدرقه هي، واخا هكاك تيبيضوا فيها. اما البلايص اللي عريانين من الفوق ضاربه فيهم الشمس ما تيبيضوش فيهم. هذا ما يدل على انه سبحان الله على عظمه الخالق، على انه سبحان الله الدجاجه شي بلاصه اللي غتحط فيها البيضه وتخسر، يعني تخسر بالحراره ديال الشمس، وهذا ما كتبيضش فيها. سبحان الله العظيم تبارك الله وصل على النبي. هذا السطل هذا خليته اليوم تا واحد كاين اللي الدجاجات اللي كيبغيو يبيضوا فيه، هو فيه 5. يعني دابا هنا 5 6 7 8. تبارك الله وصل على النبي. حصيلة ممتازة، غير اللي ما بغاش يدير يعني يربي الدجاج فوق السطح وما تيبغاو شوية ديال العناية وتيبغاو شوية ديال الاهتمام. الماكلة تكون متنوعة، مع العلم ان بقايا طعام المنزل هو مرة كتعاون بالحبوب. كنا قلنا 8 9 10 8 9 10 11 12. تبارك الله وصل على النبي. 13 14. ما شاء الله ما شاء الله. انا بقات وحدة 15. شوفوا هاد البلاصة هادي تا هي تبارك الله وصل على النبي. 16 17 18 18 دابا 19 20 21 22. تبارك الله وصل على النبي. حصيلة ممتازة الحمد لله. موجود الخير دابا راه فصل الصيف، خاصها تكون تنوع في الاكل، كل ما موجود تهلو ما يكون على الخير ان شاء الله. تكون الانتاجيه اكثر من هكا مازال. تبارك الله وصل على النبي. 22 بيضه لمده 4 أيام. 4 أيام هذه ما دخلتش عند الدجاج. تبارك الله حصيله ممتازه الحمد لله والشكر لله. صافي ما سخيتيش بيهم. هذه كطلع عليها مسكينه ما سخاتش في البيض غادي به. انا كنت كنجربها كنشوف واش تضربهم ولا شي حاجه، حيت كنشك مره لا تكون شي دجاجه كتهرس ليا البيض. باقي غنديرو حلول ان شاء الله بحول الله. غنديرو كره خاصين يعني كره تقريبا كاملين، خصوصا هذاك ديال الفيومي غنحاول نصايب له
حنا دابا غادي من عند الفيوم نشوف الحصيلة ديالو، نصاوبو ان شاء الله كرة اللي ان البيضة كتزلق كتهبط لواحد البلاصة كتخبى، باش حتى الا كان الدجاج فيه ديك هاد القضية ديال انه ينقب البيض يعني ما يلقاهش حداه. تجنبوا اننا نبقاو نقلبوا على بيض البلاستيك ولا ديك عمر البيضة بالقبص وداك الشيء، حنا نديرو حل مناسب وسهل ان شاء الله بحول الله على بركة الله. ندخلوا عند دجيجة الفيومي ديالنا، مع العلم انه كاينه تذكر جوج نتاوي نتيوه الثالثة باقا تقريبا يلا غتبدا تبيض، هاد الساعة كنظنو مازال. على بركة الله، بسم الله بسم الله، توكلت على الله، بسم الله، ما شاء الله تبارك الله وصل على النبي. في يومي ديالنا تا هو راه في دوام زعما مداوم تبارك الله على البيض ديالو، يعني جوج في النهار تبارك الله على قد النتيوات الكبار دابا، تبارك الله وصل على النبي، تبارك الله وصل على النبي، ما شاء الله. خليك نتيوة صغيرة فيها تفرطات شوية خوافة. بسم الله على بركة الله. نجمعو هاد الحصيلة هادي ديالنا ونزيدوها على الحصيلة الأخرى، نشوفو شحال عندنا هنا. بسم الله توكلت على الله. نحط هادي شي بلاصة مقادة. بسم الله، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة هاد البيضات تبارك الله وصل على النبي، ما شاء الله. اللهم يسر، اللهم بارك، اللهم بارك وزيد في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر. الطويس هادي كاع ما بطرسة عندي نشوف لها شي بلاصة مقادة باش ما يطيحش. اللهم بارك، اللهم يسر، تبارك الله وصل على النبي. حصيلة ممتازة الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. يا ربي تيسر، يا ربي تيسر، بسم الله. وما المشاهدين كنتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ما تبخلوش علينا بلايك، واللي ما مابونيش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم الولعة هادي. ومرحبا بكم اللي بغا يدير شي دجاج بحال هكا فوق السطح، راه فيه فكرة رائعة وممتازة. خاصها تكون عندك شوية ديال الكانة باش مرة تنيطوايي شوية ديال الكانة باش تبقى توكل، داكشي تيبغي شوية ديال التنوع في الاكل، من غير لك دير شي حبات قلال باش تبقى تعطيهم غير الماكلة ديال الدار، واخا هكاك مكتكونش الانتاجية هي هاديك يعني. اللهم يسر، اللهم يسر، وكنتمناو الخير للجميع. تبارك الله وصل على النبي. كنا قلنا 22 زائد 7 هي 29 بيضة خلال 4 أيام.